هو أنا كل يوم لازم أتحايل؟ هو مفيش مذاكرة من غير خناق ودموع؟ الجملة دي بتتكرر في كل بيت تقريباً. بس الحقيقة اللي لازم نعرفها إن المشكلة مش في المذاكرة نفسها، المشكلة في الطريقة اللي بنطلب بيها المذاكرة. الطفل اللي بنسميه عنيد أو متعب غالباً بيكون طفل عنده طاقة عالية جداً أو بيمل بسرعة. هو مش بيكرهك ولا قصد يضايقك، هو بس بيكره الإحساس إنه محبوس ومجبر. طيب، نحل ده إزاي؟ أول حل، قانون 20 دقيقة. بلاش يلا نذاكر، قولي هنخلص في 20 دقيقة بس. لما النهاية تبقى واضحة المقاومة بتقل. تاني حل، اديله الاختيار. تحب تبدأ بالعربي ولا الماث؟ الاختيار الصغير ده بيديله إحساس بالتحكم. تالت حل، نظام النقط. كل إنجاز يعني نقط، وصل لهدف معين يعني مكافأة. كده إحنا بنربط التعب بالنجاح. وفي الآخر، افتكري إن علاقتك بابنك أهم من أي درجات. خليكي كوتش بيدعمه مش سجان بيراقبه. وصدقيني، الطفل المتعب النهاردة هو الشخص المميز والناجح بكرة.